لكم نتمنى تكونوا بخير. البنات، كنت هضرت لكم مؤخرا على لا روز غيفلون اللي فيها الضمانه سنتين، واللي هضرت لكم اللي جبت لكم لوريجينال ماشي كوبي وان. كتبقى الضمانه سنتين، وشفتوا كيفاش استعملتها والطريقه ديال الاستعمال وبالزربه وكلشي، وخفيفه، وكتقدر انك الخيط ديالها كيقدر انه يتسنى وكلشي زوينه بزاف دغيا كتسرع الشعر. وريتكم هادشي كامل في الستوك، وكان اقبال عليه كبير كبير كبير، وما بقاتش. دابا عاودوا جابوها، غيجيبوها في الاسبوع هذا، غيجيبوها وغيبقى بروموسيون حتى العيد. يعني اللي باقي ما خداتهاش تاخذها، والضمانه سنتين. كاينش اللي غيدير لكم بحال هكا الصراحه. والاوريجينال يعني كتشريها من عند مول المكياج تيبيع لك كوبي وان مثلا 300 درهم. هاد كتشريها قلت لكم عند مول المكياج بشي 300 درهم، وكتخسر لك تعاودي تشري وحده اخرى هذه ب 750 درهم. بروموسيون هي اصلا كدير شي 1000 وشي حاجه، كتبقى ب 750 درهم. ضمانه سنتين، وغيجيبوها هذا الاسبوع حيت ما بقاش بزاف البنات خداوها. هذا الاسبوع غيجيبوها وغيكون بروموسيون حتى العيد. يعني ما تفوتوش عليكم هذه الفرصه، حاجه غتاخذوها وغادي تبقى عندكم وغتستافدوا منها. يعني شي حاجه كتستافدوا منها. انايا شعري ما كنعرفش نصايبو بوحدي، وفي 5 دقائق كنكملو بوحدي. يعني دغيا كنصايب شعري وكتصايبو كتخلي وكتعطي الفوليوم في الشعر. هادشي اللي عجبني فيها بزاف. المهم ندوزو دابا لحاجه اخرى. هذه غتبقى فيها تخفيض حتى العيد باذن الله، والاوريجينال والضمانه سنتين. هذا اهم حاجه. ندوزو لحاجه اخرى، ندوزو لهاد الباك الزوين هذا. دابا غادي ندوزو لهاد الباك الزوين اللي هو من عند هدى بيوتي. لي برودوي ديال هدى بيوتي معروفه، هذا هدى بيوتي معروفه عالميا، لا من ناحيه المكياج لا من ناحيه كلشي. لي برودوي ديالها واعرين بزاف. هاد لي برودوي كيستعملوهم مشاهير وهضروا عليهم مشاهير واستعملوهم، والنتيجه كانت واعره بزاف. اول حاجه غنبداو بهذا المقشر. قولوا لي هذا المقشر اشنو كيدير؟ غنقول لكم هذا المقشر كديروا في وجهكم ملي كتبداو هكا كتدعكوا الوجه بحال هكا، كيحيد الجلد الميت. هكا كتشوفوا الجلده الميته تتحيد وتيعطي واحد اللمعان في الوجه، وكيولي الوجه رطب بزاف. هذا البرودوي هذا استعملوا، هذا المقشر استعملوه بزاف المشاهير وشكروه بزاف. انا دابا غنستعملو وغادي تشوفوا بعويناتكم. هانتوما من بعد ما حطيتو على وجهي كتبداو ديروا الوجه بهذه الطريقه. شفتوا كيبدا يحيد الجلد الميت. شفتوا كتبقاو على هذه الطريقه. كتبقاو على هذه الطريقه كيحيد لكم ديك الجلده الميته. ملي كتغسلوه كيولي الوجه رطيطب ويعطي واحد اللمعان في الوجه. 5 دقائق تقريبا كتبقاو تحكوا وجهكم بحال هكا غير بشويه. شوفوا القشره، شفتوا هذه دابا ديك القشره الميته، شفتوا. هانتوما البنات بقيت كندير هذه العمليه شي تقريبا شي 5 دقائق. عرفتي كتحسوا بالبروده كتدخلوا، كتحسوا بواحد البرد في وجهكم، بروده كتدخل لوجهكم. يعني بحال دوك بحال داك الجلد الميت تتحس به انه تحيد. يعني هادشي كامل، هاد القشره كامله جلد ميت. يعني دابا غنغسل بالماء وغادي تشوفوا النتيجه، ومن بعد غادي نوريكم اشنو غادي ندير من مورا هاد المقشر. المهم اللي بغيت نقول لكم الخلاصه القول هو هذا المقشر خطير جدا. كيحيد الجلد الميت، كيرطب الوجه، كيعطي واحد اللمعان، والبشره كتولي رطبه. وطبعا الا سولتوا على هذا المقشر يعني الا قلبتوا عليه غادي تلقاو بانه افيكاس واستعملوه مشاهير وخطير جدا، وكيعطي النتيجه ديك الساعه كتشوفوا بعويناتكم. المهم انا دابا غنمشي نغسل وجهي وغادي نرجع لكم نكمل معكم. شوفوا الناس، شوفوا هذا اللمعان ميمكنش.
وجبت تسمير طاب، والريحه ديالو غزاله 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 بزاف. يعني هذا استعملوه الناس بزاف، الا دخلتو بحثتو عليه غادي تلقاو بزاف المشاهير استعملوه وكانت نتيجه زوينه زوينه بزاف. غنهضر لكم على حاجه ثانيه اللي هي هاد، نبدا لكم بالكريم هو الثاني عاد باش ندوزو للبلاص. بالنسبه لهذا الكريم هذا شفتوا هذا غني بالكولاجين. اش غنقول لكم واش كيدير الوجه هذا؟ بالنسبه للتجاعيد هذا كيشد الوجه، كيشد يعني كيجبد الوجه. كتعرفوا البنات كيكونوا فينا مثلا ليطاج، سيكونوا فينا واحد الخطوط الرقاق بالنسبه لليطاج، وهذا مناش كيكونوا من قله الكولاجين في الوجه، ما تيبقاش يعني ما حدنا كنكبروا الكولاجين كينقص لينا في البشره ديالنا. لهذا خاصنا كيف ما قلت لكم ضروري خصنا نستعملوا كريم غني بالكولاجين. علاش؟ حيت حنا ما حدنا كنكبروا حنا ما كيبقاش عندنا الكولاجين في البشره ديالنا باش كيبداو عندنا دوك التجاعيد وكاين كيبانوا لي ليطاش وهذا. فملي كنستعملوا الكريم اللي فيه كولاجين كيغذي لنا البشره ديالنا وكيخليها مشدوده ماشي هكا مطرهله وما كيخليش فيها تجاعيد. ضروري البنات نعتنيو براسنا، وانا كنجيب لكم ديك الكريم اللي افيكاس اللي غادي يوريكم النتيجة بسرعة. دابا غنستعملو هاد الكريم اللي غني بالكولاجين نديرو في البشرة ديالنا. ضروري ما نتهلاو في راسنا حيت ما حدنا كنكبرو، واي حاجة زوينة في الجسم ديالنا كتنقص، هادشي باين ومعروف. هاد الكريم هذا حتى هو من لي برودوي ديال هدى بيوتي. كيف ما قلت لكم ضروري خصنا نستعملوا كريم غني بالكولاجين. علاش؟ حيت حنا ما حدنا كنكبروا حنا ما كيبقاش عندنا الكولاجين في البشره ديالنا باش كيبداو عندنا دوك التجاعيد وكاين كيبانوا لي ليطاش وهذا. فملي كنستعملوا الكريم اللي فيه كولاجين كيغذي لنا البشره ديالنا وكيخليها مشدوده ماشي هكا مطرهله وما كيخليش فيها التجاعيد. ضروري البنات نعتنيو براسنا، وانا كنجيب لكم ديك الكريم اللي افيكاس اللي غادي يوريكم النتيجه بسرعه. دابا غنستعملوا هذا الكريم اللي غني بالكولاجين نديرو في البشره ديالنا. ضروري ما نتهلاو في راسنا حيت ما حدنا كنكبروا، واي حاجه زوينه في الجسم ديالنا كتنقص، هادشي باين ومعروف. هاد الكريم هذا حتى هو من لي برودوي ديال هدى بيوتي. درتو وجهي كامل. هذا غني بالكولاجين شفتوا كيساعد البشره ديالكم باش تبقى مجبده وحق الله العظيم. هاد لي برودوي ملي درتهم في وجهي كنحس ملي كديرهم في وجهكم كتحسوا بالبروده، يعني كتحسوا بشي حاجه كتدخل في البشره ديالكم. يعني مفيد جدا وبشهاده كبار المشاهير. هذا من ناحيه الكريم اللي غني بالكولاجين. غادي نجي لكم لهذا هاد الكلوز ديال هدى بيوتي. شفتوا هذا البنات اللي عندهم الشفايف ديالهم كيتقشروا، فهذا كيرطب ما كيضر لا في الصحه لا والو. تديروه في شفايفكم وكيرطب لكم الشفايف متيبقاوش فيهم. المهم هاد الكلوز كيخلي الشفايف ديك القشره ما تبقاش فيهم، كيوليو رطبين وما كيضرش، يعني ما كيضركش في الجسم ديالك. يعني حيت حنايا ضروري غادي تسرطي ما يكون عندك حتى شي ضرر. هذا بالنسبه للكلوز ديال هدى بيوتي اللي كيرطب الشفايف وهو افيكاس. هاد ثلاثه ديال لي برودوي اللي وريتكم، المقشر اللي كيحيد الجلد الميت وكيخلي البشره رطبه وفيها واحد اللمعان، هذا من جهه. من جهه ثانيه هاد الكريم اللي غني بالكولاجين كيخلي البشره مجبده ما كيبقاوش فيها التجاعيد وحتى دوك ليطاش. علاش كيجيونا؟ حيت البشره ديالنا ما كيبقاش فيها الكولاجين، دونك خصنا نستعملوا كريم
غني بالكولاجين. فما عليكم غير بهذا الكريم ديال هدى بيوتي، افيكاس وجربوه ناس بزاف ومشاهير، يعني بزاف الناس جربوا ولقاو بان النتيجه زوينه بزاف وكيفيدهم. بالنسبه للجلوز اللي غادي يبغي ترطبي شفايفك باش ما يبقاوش فيهم ديك القشره. حنا عارفين ما نبقاوش فيه الناس تبقى فيهم ديك القشره سورتو ملي كنديروا العكار ولا هذا، فهذا زوين حتى هو بزاف. ها هو دونك كيجيكم هاد الخميشه على مزيناتها، اللون صفر، عارفين كنحط الصفر، لون العسل. هذا كيجيكم بحال هكا، تيجيكم بحال هكا، تتشهي انك تاخديها، كيجيكم بحال هكا. شفتوا